السلام عليكم، عاملين ايه؟ اخباركم؟ الناس اللي سالتني امبارح عن كلمه فريلانسنج، العمل الحر. احنا نشتغل عمل حر ازاي؟ وانا لسه طالب ولسه ما عنديش خبره، وفي نفس الوقت انا خريج جديد مثلا وبرضه ما عنديش خبره. اقدر اشتغل عمل حر ازاي؟ اعمل فريلانسنج ازاي؟ وابقى فريلانسر ازاي؟ اولا يا صديقي، كلمه فريلانسر مش احتكار عليك، وانت راجل تملك بعض السكيلز في الاي تي، اللي هو الجرافيك، اللي هو البرمجه، اللي هو النيتوركينج، اللي هو ترانسليشن كلغات. مش حكر عليك الجزء ده، ولا طبعا جزء السوشيال ميديا، ولكن كلمه فريلانسر الشخص اللي بيمارس عمل حر. ممكن يكون نجار، ممكن يكون ميكانيكي، ممكن يكون سباك، ايا كان. على فكره، مع كامل الاحترام للناس اللي فاكره الفريلانسنج حكر على الناس اللي اتعاملت مع بره مصر عشان خاطر الدولار، لا، حضرتك ممكن تمارس الفريلانسنج هنا وانت موجود هنا، ولكن في شروط. ايه اللي تقدر تقدمه؟ حضرتك عندك مهاره معينه تقدر تقدمها، الناس بتطلبها، تقدر تسعرها. المهاره ديت ايا كانت هي ايه. ممكن حضرتك ما تكونش عارف ان في ناس بتدور عليك، يعني زي ما ضربت مثال مثلا، قلت عبد الغفور البرعي فلان عايش في جلباب ابي، كان بيرمي حاجات كده، فوقف مع المعلم سردينه فراح قايل له انت عارف الحاجات دي لا بفلوس، بقيمه. فيمكن حضرتك تكون عندك مهاره وانت مش عارف اصلا انها لها قيمه، حد بيدور عليها وبيدفع فلوس فيها وبيشتريها. فايا كانت هذه المهاره بقى، حضرتك بتقدر تكتب كويس على الكمبيوتر، حضرتك بتقدر تترجم كويس، حضرتك بتقدر تكون مفاوض شاطر، حضرتك تقدر تعمل تيم ليدر شاطر في الكوميونيكيشن بتاعتك. المهم ان انت عندك حاجه تتمتع بيها تقدر ان انت تبيعها. تمام؟ متفقين؟ الحاجه دي اسمها مهاره، سواء بقى كنت راجل سباك، كنت راجل نجار، ايا كان المسمى الوظيفي بتاعك ايه، ما دام انت على باب الله يبقى الفريلانسر ده راجل على باب الله. طب انا عشان اعرف ان حضرتك عندك مهاره اعرفها منين؟ انا النهارده كراجل عايش بره مصر وعايز اجر واحد يعمل لي شويه ترانسليشن لحاجه مثلا، يترجم لي شويه حاجات، اعرف منين ان حضرتك شاطر وموجود في مصر؟ اعمل لي بقى بروباجندا حواليك، سيح لنفسك، انشر نفسك، اللي هو الماركتنج بتاعك، اللي بعض الدكاتره اصدقائنا بيقول لك حاجه اسمها بيرسونال براندنج. اعمل براند لنفسك. طب انا هوصل لك ازاي؟ لازم يكون عندك نتوركس مثلا زي الفيسبوك، زي لينكدين، تحط عليها شغلك عشان افهمه. لازم يكون عندك شوريل ده مثلا لينك على جوجل درايف، بتحط عليه بقى لو انت راجل عندك تصوير مصوراتي، او راجل بتقدر تعمل فيديوز، ايا كانت الحاجه بتاعتك تقدر ان انت تلمها وتحطها لي في مكان وتبعت لي عنوان لهذا المكان عن طريق لينك، اقدر اعرف حضرتك بتعمل ايه. وفي نفس الوقت تتكلم عن نفسك. يعني انت ليه تتكلم عن حد تاني؟ بتتكلم عن نفسك واللي بتقدمه. قوي علاقاتك، احضر ايفنتات مثلا، شوف الناس اللي نجحت ازاي واعمل زيهم، قلد يا سيدي، مفيش مشكله. المهم ان انت بعد ما توصل الجزئيه ديت هتبص تلاقي الرزق بيخبط على بابك، لان انت سعيت. وربنا سبحانه وتعالى ربط دايما الرزق بالسعي. اسعى هتلاقي. فحضرتك اعمل بروفايل كويس، اعمل سي في قوي، اعمل اللي عليك في النتورك بتاعتك، انشر نفسك، تصور صور كويسه. تمام؟ حاجه تبين انت راجل بروفيشنال ويملك مهاره معينه. تمام؟ وبعد كده ابدا انشر الامور ديت. في بقى مواقع حضرتك تقدر توصل لها، زي مثلا الفيسبوك للناس اللي هي الارزقيه، النجار والسباك وهكذا. اعمل صفحه خاصه بالشغل بتاعك غير صفحتك الشخصيه، اعرض عليها شغلك، خلي الناس تنبهر، تقول هو انت اللي بتعمل ده؟ يا راجل والله ما اعرف، انا دلوقتي عرفت، عندي المعلومه، اتصل بيك. انت اللي بتسعر نفسك وبتضع التسعيره بتاعتك، وبالتالي مجرد شويه سعي هتلاقي ان الموضوع بالنسبه لك بقى محلول ان شاء الرحمن. ولكن تسعى صح. يعني ايه؟ رتب الموضوع، شويه صور نظيفه وفيديوز نظيفه، واصرف على التسويق بتاعك، هتلاقي اللي انت محتاجه. طب الجزء الثاني، انا النهارده راجل بقى بروفيشنال، عندي لغات برمجه، شاطر في النتوركينج مثلا، شاطر في الجرافيك، اعرض حاجتي ازاي؟ في مواقع حضرتك هتحط عليها ده زي البيهانس مثلا، وفي مواقع زي اللينكدين مثلا تقدر حضرتك تعمل فيها تواصل وتضع عشان الناس تقدر تعرفها. في اب ووركس مثلا، في فريلانس، في خمسات، في مستقل، مواقع كتيره حضرتك بتضع عليها شغلك، وفي ناس تقدر انها تاجرك هناك بالساعه، بالانتاج، بالمهمه ايا كانت، وتعمل ريفيوهات، وتلاقي نفسك كبرت مع الوقت. انت صحيح هتبدا صغير جونيور، ولكن بعد فتره هتكبر وهتقدر تمسك فلوس. والازمه الوحيده اللي لازم تتغلب عليها في الفكر ده، ان انت فلوسك هتبقى داخله قطع. النهارده اشتغلت، بكره ما اشتغلتش، بعد بكره ما اشتغلتش،
فمصروفك لازم يكون بحساب، وما تخافش من المستقبل، ربنا سبحانه وتعالى بيده الخير كله. ولو في اي جزئيه مش واضحه في اللي انا قلته ده، تواصل معايا وانا اشرحها لك، ما يهمكش حاجه.